سؤال الفيلم ده بيقول هو هل فعلا البنات لما بتقرر تنسى حد بتعمل زي بطلة الفيلم بتاعنا النهارده؟ كل اللي محتاجه منك يا صاحبي انك تنزل تدعم الفيديو ده بلايك وتقعد تسترخى كده وتكمل الفيلم ده معايا لحد النهاية. بيبتدي الفيلم بتاعنا بميجان وهي نايمة جنب إليك وبتتسحب علشان تقوم تلبس هدومها وتمشي قبل ما هو يصحى، وبتكتب له في ورقة وبتشكره على الليلة اللي قضوها سوا مع بعض، وبتقول له كمان ان شقته جميلة، ولما بتيجي تخرج من الباب بيشتغل جهاز الانذار، فبترجع تاني على طول جنب إيريك قبل ما يصحى. وبنرجع قبل الموضوع ده بيوم وبنشوف ميجان وهي بتسجل في موقع جديد واللي من خلاله بتقدر تتعرف على الشباب، وده بعد ما انفصلت عن خطيبها، وبتسجل وانها عايزة تقابل شخص ما يكونش ممل، وبتكتب ان هي فيها شبه من الفضائيين شوية، وبتسجل في الموقع وبتخلي الحالة بتاعتها ان هي عازبة وكمان ملهاش وظيفة محددة وممكن تعمل علاقة لمرة واحدة بس من غير التزام، وده بس علشان خاطر تنسى خطيبها. واثناء وهي بتسجل في الموقع بتسمع في نشرة الاخبار عن عاصفة جليدية قوية جدا هتكون جاية على مدينتها، وبتخش فايزة صاحبتها واللي بتكون عايشة معاها في نفس الشقة وبتحاول ان هي تخرجها من اكتئابها، وبتاخدها وبيروحوا بار علشان يسهروا، لكن امن البار بيطلب من ميجان ان هي تطلع بطاقتها علشان يتاكدوا ان سنها اكبر من 18 سنة، وده لان شكلها اصغر من سنها، وبتفضل تدور عليها. واثناء وهي بتدور على البطاقة بتقابل كريس واللي بيكون مع حبيبته الجديدة، وبتتضايق اكتر فبتقرر ان هي ترجع البيت وتقعد لوحديها، وبتشوف لو في حد بعت لها رسالة من الموقع اللي هي سجلت فيه، وبتلاقي 4 شباب بعتوا لها وده علشان يتكلموا معاها، وبتبدا ان هي تختار واحد منهم، وبنشوف واحد مسمي البروفايل بتاعه مستر نوفمبر، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما بتعرض عليه ان هم يخرجوا سوا او هي تجيله مكانه، وده لانها مش عاوزه تروح بار دلوقتي، وبيوافقها لكنها بتطلب منه الاول ان هي تشوف شقته علشان تتاكد ان هو مش مريض نفسي لحسن يقتلها ولا حاجه زي ما بتسمع في الاخبار. فبيفتح ليها الكاميرا وبيبدا يوريها الشقه بتاعته، وبتقرر ان هي تروح له فعلا، وبتتحرك على شقته، وبتحصل ما بينهم علاقه لمره واحده، وده لان هو ده الاتفاق اللي هم اتفقوا عليه، وكمان ان هم مش هيتقابلوا مره تانية. ولما بيطلع النهار بتحاول ان هي تخرج من شقته، لكن بمجرد ما بتفتح باب الشقه بيضرب جهاز الانذار، فبتجري على طول علشان تنام جنبه، وبتلاقيه صاحي علشان يعرف السبب اللي خلى جهاز الانذار يشتغل، وبيبداوا ان هم يتكلموا مع بعض، وبتقوله ان هي اول مره تعمل علاقه عابره، وانها عملت كده لمجرد ان صديقتها مع حبيبها في الشقه، وعلشان كده ما كانتش قادره تقعد معاها في الشقه وتشوف اللي هم بيعملوه. فبصلها إليك اللي هو مستر نوفمبر باستهزاء، وده لانه مش مصدقها، وبيقول لها انه صعب جدا ان هو يصدق كلامها، وده لانها عرضت عليه ان هي تجيله الشقه بتاعته، وان هو اسمه إليك اصلا مش أليكس. فبيتخانقوا مع بعض، وبتقول له ان هي كانت من المفروض ما تجيلهوش اصلا، وبتفتح باب الشقه وبتخرج، وبتوصل لبوابه العماره وبتحاول تفتح الباب لكنها مش بتقدر تفتحه، وده بيكون بسبب العاصفه الثلجيه القويه اللي حصلت في المدينه اللي هما الاتنين عايشين فيها، واللي قفلت باب العمارة تماما، ومفيش اي طريقة ان هي تخرج من المكان ده. وبتلاقي ان إليك نازل على السلم علشان يودي هدومه للمغسلة، وبيعرف المشكلة منها، فبيتكلم معاها وبيخليها ترجع مرة تانية لشقته، وبيتفرجوا على الاخبار سوا، وبيعرفوا ان العاصفة مش هتنتهي قريب، وانها المرة دي جاية بطريقة قوية وموقفة كل الحركات في المدن، وعلى كل الناس التزامهم باماكنهم في شققهم، ده غير ان نظام النقل والمواصلات تم ايقافه. وبتحاول ميجان ان هي تتصل بفايزة صاحبتها علشان تساعدها في اللي هي فيه، لكن فايزة بتكون مبسوطة جدا بالعاصفة لان حبيبها بيكون محبوس معاها هو كمان في الشقة، ومش عاوزة ان ميجان ترجع اصلا، وبتضطر ميجان ان هي تفضل في الشقة معاه لحد ما العاصفة دي تخف وتقدر ترجع لشقتها من جديد. وبيحاولوا هما الاتنين يقللوا الخلاف اللي ما بينهم عن طريق ان هما يتجاهلوا اصلا فكرة ان كان حصل ما بينهم علاقة، ويتعاملوا على اساس ان هما اتنين لسه متقابلين جداد. فوافقت ميجان لكنها بتقوله ان هي عاوزة تروح الحمام الأول، وبتلاقي مجلات كتير جنبها، فبتفتح مجلة منهم وبتقرأ، وبيكون في صفحة فيها 5 أنواع من البنات اللي بيتم التعرف عليهم عن خلال مواقع التعارف، وبيكون تاني نوع هو البنات المضطرة، وهي البنت اللي بتكون منهارة بسبب فشل علاقتها الأولى، واللي بيكون نفس الموضوع زيها بالظبط. فبتقطع الصفحة من المجلة وبترميها في الحمام، وبتخرج علشان تقعد على الكمبيوتر بتاع إليك شوية كنوع من التسلية، لحد ما بتلاقي إن في مية
وهي طالعه من الحمام بسبب ان الحمام اتسد، وده بسبب ورقه المجله اللي هي رمتها. فبتدخل بسرعه علشان تصلحه قبل ما إليك يخش ويشوف ورقه المجله، وبتدخل وبتحاول تصلح الحمام لكنها بتفشل، وبتقرر ان هي تسيبه بايظ، وده بعد ما قفلت المحبس بتاع الميه، وبتقول له ان هو يبقى يصلحه بعدين. وبيعرض عليها إليك ان هو عنده حل لكل المشاكل اللي هم فيها دي، وان هم الاتنين يتعاطوا مخدر الحشيش سوا، لكنها بتعترض وبتقول له لا، وانها مش هتشارك معاه. فهو ما بيهمهوش وبيفضل يشرب قدامها لحد ما هي بتضعف، وبتقرر ان هي كمان تشرب معاه علشان يعدوا الوقت اللي هم الاتنين مش طايقين في بعض ده. وبتتكلم ميجان عن نفسها ان هي ملهاش وظيفه دلوقتي لانها اتخرجت من مراحل الطب التمهيدي واللي بتكون بتكرهها جدا، وما حاولتش اصلا ان هي تكمل مسيرتها، وبعدها فشلت ان هي تشتغل اي حاجه تاني واستسلمت للامر الواقع. وبيفضلوا يتكلموا سوا لحد ما بيجي عليهم الليل، وبتقول ميجان لإليك ان دلوقتي مثلا لو هي عاوزه تستخدم الحمام هيبقى ايه التصرف. فبيضحك عليها إليك بسبب موقفها، وبيقول لها تعالي، وبيروحوا للجيران علشان يستلفوا منهم السلاكه بتاعت الحمام، لكنهم بيلاحظوا ان صندوق البريد بتاعهم مليان جوابات بسبب ان هم مسافرين ومش موجودين في البيت. فبيحاول إليك ان هو يتصرف عن طريق انه يستخدم الشماعه النحاس علشان يسلك الحمام، لكنه بيفشل برضه. وبيقرروا هما الاتنين ان هما يقتحموا شقه الجيران، وده عن طريق سلم المطافي، وبيلبسوا كل اللبس اللي موجود في الدولاب بتاع إليك، وده بسبب العاصفه الثلجيه الموجوده. وبعد ما بيوصلوا لشباك الجيران بيلاقوه مقفول، فبتقرر ميجان ان هي تكسر الازاز وبتدخل وبتجري على طول على الحمام. وبيتضايق إليك من تصرفها لانه هيدفع ثمن الشباك للجيران، ده غير ان هو كمان لازم يسده علشان العاصفه ما تبوظش الشقه. وبياخدوا السداده من عند الجيران وبيروحوا شقتهم تاني، وده علشان إليك يسلك الحمام بتاعهم. وبيطلع ورقه المجله وبيشوف اللي مكتوب فيها، وبتكون ميجان شكلها وحش جدا قدامه، وبيقول لها ان ده مجرد كلام في مجله ملوش اي اساس من الصحه، وان غالبا اللي كاتبه شخص مجروح ومكتئب وملوش اي صله اجتماعيه بحد. لكنها بتفضل متضايقه برضه بسبب انها بينت قدامه شخصيه البنت المضطره بسبب فشل علاقتها الاولى. وبيعرض عليها فكره، وهي ان هم يصارحوا بعض بالغلط اللي عملوه مع عشاقهم علشان ما يعملوش تاني وتنجح علاقاتهم اللي جايه، وكده كده هم مش هيتقابلوا تاني بمجرد ما العاصفه تخلص. وفعلا بيفضلوا يتكلموا على العيوب اللي هم شايفينها في بعض، وفي خلال كلامهم بيقربوا من بعض وبتحصل علاقه للمره التانيه. وبعدها بيقوموا يدوروا على اكل، لكن بيت إليك بيكون فاضي لانه مش عامل حسابه ان في حد هيبات معاه، ولا عامل حسابه اصلا للعاصفه اللي وقفت الدنيا في مدينته. فبيضطر برضه ان هم يسرقوا اكل من جيرانه لانه كده كده فتح بابهم وخلاص، بقوا يجيبوا اكلهم وياكلوهم هما الاتنين. واخيرا بتقرر ميجان ان هي تحكي عن تجربتها مع خطيبها كريس، وبتقول لإيريك ان هي حبت كريس من ايام الثانويه، واتخطبوا هما الاتنين بعدها، وكان كل طموحها ان هي تبقى زوجة وام ناجحة زي اهلها. لكن كريس خانها في يوم لانه ما بقاش يحبها، وحتى بعد خيانته ليها كانت من الممكن تستمر معاه، لكن هو رفض ان هو يستمر وطلب الانفصال لانه كان عايز يبقى مع واحدة طموحها اكتر منها. فإيريك بيقول لها ان خطيبها بيدور على واحدة معينة علشان كده سابها، وهيفضل يدور ومش هيلاقي الشخصية اللي بيدور عليها، ولو كان عرف بس شخصيتك كان هيعرف ان انت شخصية نادرة جدا. وبيقوموا هما الاتنين علشان يحضروا حاجة يشربوها، وبتقوم ميجان علشان تجيب قميص من بتوعه، ولكن وهي بتفتح الدرج بتلاقي صورة لواحدة اسمها ديزي، وهل فعلا كان مرتبط بيها؟ فما بيقدرش يرد عليها، وبتعرف فعلا ان هو مرتبط بيها لحد دلوقتي. بيقول لها ان هي مسافرة وانه كان بيخون ديزي معاها، لكن بيديها جواب وبيقول لها ان حبيبته ناويه تهاجر، وهي ما ادتهوش الجواب ده وبعتهولي مع حد. وبتقول لي ان هي جالها سفر مفاجئ واضطرت ان هي تسافر قبل ما تسلمني الجواب بنفسها حتى. وساعتها قررت ان انا اعمل حساب على الموقع علشان يبقى فيه حاجه معايا فاجئها بيها اما تقول لي ان هي هتنفصل عني. وبتوقف ميجي ان هي تسمع باقي مدافعاته عن نفسه، وبتلاقي ان العاصفه ابتدت تهدى خلاص وانها خلاص تقدر تخرج دلوقتي. فبتسيب إيريك وبتروح على بيتها وبتمسح حسابها من على الموقع وكمان المواقع
المواعيد علشان ما يقدرش إيريك ان هو يوصل لها باي طريقه. وبيعدي اليوم وبيصحى إيريك من النوم وبيلاقي حبيبته ديزي رجعت من السفر وبتقول له ان هي لقت الورقه دي في سله الزباله وان هي دلوقتي لازم تتكلم معاه. وبيقول لها ان الورقه برضو دي معاه في الدرج وبيفاجئها وبيديها الجواب اللي هي كانت بعتاه وهي بتديله الملاحظه اللي ميجي كاتباها له. وبيقعدوا يتكلموا هما الاتنين سوا وبينتهي كلامهم بالانفصال وده لان هو الافضل ليهم. وبيفضل إيريك ان هو يدور على ميجي باي طريقه ولما بيفشل ما يلاقيش اي معلومات عن ميجان بيقرر ان هو يتصل باداره الموقع واللي بيرفضوا يدوله اي معلومات عنها الا اذا لو كان من الشرطه. فبتجيله فكره وبيجي في نهايه اليوم بتكون ميجان في حفله مع صاحبتها فايزه واللي بتكون في شقتها وبيلاقي ان قوات البوليس داخله شقتهم وبيقبضوا على ميجان بسبب اقتحامها شقه جيران إيريك. وبتروح ميجان معاهم للقسم وبتحاول ان هي تدافع عن نفسها وبتقول لهم ان هي مش اللي عملت كده وان إيريك هو السبب ولكن محدش بيصدقها وبتترمى في الحجز. وبعد ما بيجي إيريك علشان يدفع الكفاله ويخرجها لكن الضابط بيرفض ان هو يدفع لها الكفاله وده بيضايقه جدا وبيحاول يقابلها باي شكل وبيفضل واقف مستني اصحابها لحد ما يجوا ويدفعوا لها الكفاله علشان الضابط يقبل ويخرجها. وبيشوفها وبيحاول ان هو يعتذر لها وبيقول لها كمان ان هو بيحبها وعمل كل ده علشان يقابلها بس وخلى الجيران يساعدوها وان هو بس لمجرد ان هو عارفها من ليلتين بس من ساعتها وهو مش قادر ينساها والليلتين دول مش وقت كافي بالنسبه له وعاوز يقضي وقت اكتر معاها ويعرفها فيها اكتر لو هي تسمح وان هم هيجي عليهم يوم من الايام وهيضحكوا على اللي هم عملوه سوا. فبتقول له ان هي ما عندهاش اي استعداد تدي قرار دلوقتي لانه هو مش هيكون قرار في صالحه فممكن يديها رقمه واما تبقى تضحك على اللي حصل ما بينهم هتكلمه وبيديها رقمه وبيسيبها غصب عنه وبيمشي. وبتفضل قاعده في اسم الشرطه وبعد ما بتاخد من إيريك الورد والبالونه بتلاقيه كاتب على البالونه ان هو اسف وان هو غبي فبتضحك وبتقرر ان هي تكلمه وبتقول له بعد كده ان هو لازم يحسن الخطاب بتاعه اما يجي يصالح حد. وبتلاقيه جاي عليها من بعيد وبيحضنوا بعض وبيتحركوا هما الاتنين على شقته بعد ما بتعترف له هي كمان بحبها ليه. وبكده بيخلص الفيلم بتاعنا. لو عجبك الفيلم ادعمني بلايك واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الحلقات اللي جايه. كان معاكم اداء فويس اوفر محمود مسعود من قناه افلامجي واشوفكم على خير في فيلم قادم. سلام.